توجيه إهانة للشيعة وللعراقيات والعراقيين من مسلسل كويتي يعرض على قناة MBC السعودية، مسلسل دفعة لندن، اللي يتكلم عن مجموعة من الطلاب العراقيين والعرب والإيرانيين اللي يدرسون بلندن. فأثناء جلوسهم بشقتهم وياهم طالبة إيرانية اللي هي بنت الشاه، يسمعون صوت الرادود الحسيني العراقي حمزة الصغير يصدر من إحدى الشقق المجاورة لشقتهم. فتخرج الإيرانية من شقتها وتروح تتهجم عليه بشقتها الخاصة وتقول له: شو تريدون منا ومن أبنائنا؟ عفنا بيوتنا وبلدنا من وراكم. What's that sound? وهاي إشارة واضحة لربط الشيعة والشعائر الحسينية بالقضايا السياسية، وإيصال رسالة إلى أنه كل الشيعة بالعالم هم يتبعون النظام الإيراني، وهذا الشيء أبدا مو صحيح. وبلقطة أخرى تظهر مجموعة بنات تنسرق أموالهن، وفجأة يلتقن بالشاب العراقي الغيور ويستنجدن به حتى بس ينطيهن كوين للاتصال، والعراقي بدوره شو يسوي؟ أبو الغيرة يطردهن ويجفل عليهن بنص الشارع. انتم مو كافي خليتونا مشردين انهم تردون فلوس. كف عليك. بالإضافة إلى إظهار 3 خوات عراقيات يشتغلن خادمات عندن الكويتيات ويهيننهن ويتهمنهن بالسرقة. فبعد الكرم والغيرة العراقية اللي ظهرت بكأس الخليج وكل سنة تظهر باستقبال زوار الأربعينية وكذلك ظهورها ببرنامج الصدمة، صار لازم يسوون شيء يقللون به قيمة الغيرة العراقية والشعائر الحسينية. المشكلة مو بيهم، المشكلة ببعض العراقيين المنبطحين اللي رغم هالمشاهد التافهة تلقاهم يدافعون عن هالمسلسل. ما شايف هيك ناس مكيفين لين صايرين مدمغ. وما كانت جرأت هالقنوات العربية التافهة بمجرد حلقة واحدة من مسلسل أن تقلل من قيمة العراقيين، لو ما أكو أصلا قنوات عراقية تستهدف أبناء شعبها وعشائرها الجنوبية، مثل اللي صار بمسلسل الكاسر، بحيث بحلقة واحدة أظهروا العشائر الجنوبية هم عشائر كيف ورقص وملاهي، وشيوخ العشائر وأبنائهم يقتلون بدم بارد، وبنات الشيوخ يعشقن ويسوون علاقات، ومصورين الشيخ الجنوبي بالمسلسل مكحل ولحيته حمراء وملابسه سود. هذا يشبه من برأيكم؟ إشارة تخليه يشبه اللي دخلوا الموصل ب 2014 اللي رايتهم سودة، والا من يمتى احنا شيوخ عشائرنا هذا شكلهم؟ فمثل ما استنكرت العشائر الجنوبيه هاي الاعمال وقدمت اعتراضها بطريقه حضاريه لهيئه الاعلام والاتصالات، انا من مكاني هذا ادعو لايقاف هاي التفاهات ومحاسبه كل من يسيء لاي مكون من مكونات الشعب العراقي. اوقفوهم.